جبت مخدرات إلي ولشام ولمريم وتعاطيناها، وصرنا نتعاطى بشكل مستمر. صار في عنا مشاكل بالبيت مع والدي ومنعنا من الفوتو والطلعة. هون التجأت لمريم وشام إنه نتخلص منه. لما الأب بيحاول يسيطر على عيلته بناته ومرته، شو بتتوقعوا المفروض تكون ردة فعل بناته ومرته؟ شو ردة فعلهم لما أبوهم يحاول يرجعهم للطريق الصح؟ شو النهاية المفروضة لهيك قصة؟ ما رح أقدر أحكي تفاصيل عن قضيتنا لليوم، لأنه إذا حكيت تفصيل صغير بجر كل إشي. أنا لساني طويل، ما علينا. لهيك جيبوا إشي تشربوه، جيبوا إشي تنقرشوا فيه، ويلا ندخل بقضيتنا لليوم. خلونا نروح بقضيتنا اليوم على سوريا، وتحديدا على درعا. سنة 2019 الأب قاسم، الأم سناء، كان عندهم بنتين شام وسبا. شام متزوجة وساكنة مع زوجها اللي اسمه ليث، وسبا لسه عايشة مع أهلها. الأب بلش يشوف تصرفات ما تعجبه نهائيا، لا من شام ولا من سبا ولا من مرته سناء. لهيك حاول إنه يضبطهم، وبلش يقعد لهم على كل حركة يعملوها، ممنوع طلعات ممنوع جيات، كل إشي مراقب. ومعه حق بصراحة، لأنه سبق بنته اللي قاعدة عنده قاعدة بتشتغل بممنوعات، قاعدة بتورط كل اللي حواليها. والأم سناء كانت موافقة على هذا الإشي وما عندها مانع بشغل بنتها، المهم بتجيب مصاري. الأب ما عجبه هذا الحال، ولا عجبه طلعات بنته ولا بنته الثانية حتى المتزوجة. التنتين كانوا زي ما بنحكي على حل شعرهم، لا رقيب ولا حسيب، ولا بيخافوا من حدا. لهيك حاول يسيطر عليهم. هذا الإشي ما عجب البنات، خصوصا البنت اللي اسمها سبا، لأنه خلال هاي الفترة كانت مرضى أختها شام ومريم. مريم اللي بتكون أخت ليث اللي هو زوج شام، كانت مرضيتهم بالممنوعات. كانوا هدول الثلاث بنات يتعاطوا. ولما قاسم فرض سيطرته على سبا ومنحها تطلع وتيجي بكيفها، البنت مش قادرة تروح تجيب ممنوعات لحتى تتعاطى هي وأختها وصاحبيتها. لهيك انخنقت من هذا الوضع، فراحت على أمها سناء، حكت لها وبعدين معه هاد، مش يعني إنه أبوي خلص بده يتحكم بحياتي، أنا ترى انخنقت، بطل عاجبني هذا الوضع، أنا ما بقدر أتحمل أكتر من هيك، أنا قررت إني أقتله. طبعا هي توصلت لهذا القرار بعد مشاورات مع أختها شام ومريم، والتنتين كانوا موافقين إنهم يتخلصوا من قاسم، بس بشرط واحد، إنه زي ما رح تتخلصي من قاسم بدك كمان تخلصينا من ليث. يعني مريم بدها تضحي بأخوها، وشام بدها تضحي بزوجها وأبوها، بس لحتى يعيشوا حياتهم. فكركم الأم هون حكت لها اخرس يا بنت، اهدي، هذا أبوكي، استحى حالك، انت بدك ترباي من أول وجديد. لا، الأم وافقتهم الرأي، ما كان عندها أي مانع إنها تخلص من قاسم. زوجها معوفها حياتها، قاعد لها على الطالعة والنازلة، مش قادرة تعيش الأخت. طرحت علي فكرة إنه تتخلص من أبوها، وافقت هالرأي، وصارت بنتي تجيب أشياء تحط له لأبوها، بس أنا ما كنت أشوف هاي الأشياء ولا كنت يعني أحطها بإيدي. ومن هون بتبلش سبق بتنفيذ الخطة. أول إشي سبق بلشت تعطيه حبوب منومة بكميات كبيرة، ما صار معه إشي. لهيك حولت لحبوب الضغط وبكميات كبيرة، وبرضه ما صار معه إشي. حولت لحبوب القلب وبكميات كبيرة، وقاسم كان ربنا حاميه وما صار معه إشي. البنت هون اتضايقت كثير، إنه كل ما أحط لك إشي مش راضي تموت، وبعدين معك. فكالعادة راحت وحكت مع شام ومريم، يا بنات، أبوي مش راضي يموت، حطيت له ضغط، حطيت له منوم، حطيت له قلب، ومش راضي يموت، شو أعمل له؟ هون مريم تقترح عليها، شو رأيك تحطي له من المخدرات، بلكي فرط وخلصنا منه، حطي له جرعة زيادة وبيموت، بتوكل. سبق هون ما كذبت خبر، بتروح بتجيب المخدرات الممنوعات وبتطحنها وبتعبيها بكبسولات المضاد الحيوي، وبتحكي له خد بابا، هذا مضاد حيوي بفيدك، انت تعبان شوي. حرام قلبها أبوها باخذ الحبة من هون وبصير يستفرغ، وبعدها بيروح على المستشفى وبيرجع بنفس الساعة. هون سبق والبنات بتضايقوا بزيادة، فبيزيدوا العيار شوي، بيروحوا هالمرة بيخلطوا الممنوعات مع سم وبيطحنوهم وبيخلطوهم، بيعبوها بكبسولة مضاد حيوي.
وبتعطيها لأبوها. أبوها على السريع بتعب وبنقلوه على المستشفى. في المستشفى ما مات، ضل تحت العلاج. بعدين مريم حكت لي إنه جرعة المخدرات الكبيرة إنه تسبب له وفاة. أنا كنت على علم بمقتل قاسم، وشاركت بإني أعطيتهم فكرة الحبوب المنومة والحبوب المخدرة. وبعدين أنا هون ضجت إنه صرت بحاول أكثر من مرة وما مشي الحال. جبت سم وطحنت حبوب كورتيكول مع حطيته أول جرعة حتين التهاب وأعطيته إياها. وهي بالمستشفى بتشوف صاحبها محمد. كيفك يا سبا؟ تمام. انت كيفك يا محمد؟ تمام. شو بتعملي هون؟ والله ابوي عوفني حياتي، بحاول اقتله، مش ظابطة معي، بدي اخلص منه. شو رأيك يا محمد؟ انت تقتله وتاخذ 1,000,000 ليرة سوري. محمد على السريع بنبسط، خصوصا انه جاي مع بنته المريضة وناقصه مصاري كتير لانه مصاريفه كتيرة. بدل ما يفكر ببنته المريضة انه لا يا بنت الحلال شو اقتل، خلي ربنا يشفي لي بنتي، لا على السريع بيوافق وبيروح وبدخل على غرفة قاسم وبيعطيه إبرة. قاسم بوقف قلبه بس الدكاترة بيلحقوه وبينعشوه. محمد هون بتضايق إنه بعدين أنت زي البسة إلك 7 أرواح مش راضي تموت. كنت بقسم الأطفال مع بنتي، تعرفت على سبأ كان ساعة أبوها على المشفى، قالت لي إنه بدها تتخلص منه، إنه مضايقها ومعوف في حالها. قالت لي بتاخذ 1,000,000 ليرة وتخلص منه، قلت لها أنا موافق. إجا أول مرة دقينا أول إبرة، أنا عشو وقف قلبه ورجع اشتغل. فهون بتعرف على عاملة بتشتغل بالمستشفى اسمها نعمات. حكى لها يا نعمات أنا بدي أقتل واحد، ما رضي يحكي لها مين هو أو شو اسمه، بس بدي منك تجيبي لي هاي الإبرة. ما ذكروا إيش اسم الإبرة، بس هاي الإبرة إذا أعطيتها بني آدم تعبان على التخت خلاص بده يموت، خصوصا إذا أعطيتها بجرعة زيادة. شو رأيك تجيبي لي هاي الإبرة وأعطيكي مصاري؟ نعمات حكت له ما في مانع، برضو يعني التموا عناس لا ذمة ولا ضمير. حكت له أعطيني 250,000 ليرة وأنا رح أعطيك الإبرة. تاني يوم محمد بيجي وبعطيها 250,000 ليرة وهي بتسلمه الإبرة. محمد بدخل على غرفة قاسم وبيعطيه الإبرة وقاسم على السريع بتوفى. أنا اسمي نعمات، مستخدمة نظافة المشفى الوطني، بده طريقة ليتخلص من زلمة وما ذكر لي اسم الزلمة مين هو. طلبت منه 250,000 ليرة. ثاني يوم فعلا جاب لي إياهن وأعطيته أنا الفكرة. قمت أنا حطيت له إياها، لقيت الإبرة وهو توفى. بتصير جنازة قاسم وتاني يوم من العزاء بيجي محمد على سبأ وبحكي لها ناوليني 1,000,000. سبأ بتحكي له هات حقك وبتعطيه 1,000,000، بس بتسأله انت كيف موته. تاخذ التفاصيل منه وبتروح على أمها وبتبلغها إنه هي أعطت لمحمد 1,000,000 لأن الأم ما كان عندها خبر عن الخطة كلياتها، هي بس وافقت على قتل قاسم، باقي ما باقي هي ما بتعرف. وبهذا الوقت ثاني يوم عزاء أو ثالث يوم عزاء، يعني لسه تراب قاسم ما نشف، بلشوا يفكروا كيف رح يتخلصوا من ليث. لهيك هون أول إشي عملوه طحنوا ممنوعات مع سم وعبوها بمضاد وعطوها لليث. ليث بعد ما أخذ هاي الحبة انتكس فنقلوه على المستشفى، وبالمستشفى الدكاترة قدروا يسيطروا على الوضع وطلع من المرحلة الخطرة. هذا الإشي ما عجب شام مرته إنه أنا ما بدي أخلص منه، فلجأوا للخطة اللي عملها محمد إنهم يعطوه إبرة. بتجيب شام الإبرة وبتعبيها وبتسلم الإبرة لمريم اللي هي أخت ليث، ومريم هي اللي بتحطها بالمحلول اللي مركب على إيد ليث، وعلى السريع ليث بتوفى. المستشفى هون بتشك بحالتين وفاة من نفس العيلة وبنفس الطريقة، لهيك بيعملوا تحاليلهم وبيكتشفوا إنه هدول الاثنين ماخدين من نفس نوع الإبرة، معناته هاي جريمة. ببلغوا الشرطة والشرطة بتبلش تعمل تحقيقها. طبعا الأهل بهذا الوقت ما كانوا يعرفوا إيش قاعد بيصير بالمستشفى والشرطة، لسه ما بلغوهم. بهاي الفترة بتكون شام كمان حامل، واتصلت مع سبا وحكت لها أنا حامل، بدي تجيبي لي أي دواء أخلص من البيبي، أنا ما بدي إياه. لأنه شام كانت تتعاطى وبتدخن حشيش وبدها تاخد حريتها، ولد يجي وهي أساسا وهي حامل فيه قاعدة بتتعاطى وبتدخن، لا هذا رح يكون مصيبة. سبا بتجيبي لها الدواء وشام بتجهض. أنا بتعاطى الحبوب الكورتيكون والحشيش. كنت حامل أول حملي وأخذت حب للإجهاض وأجهضت.
الشرطة والمستشفى قاعدين يعملوا التحقيق والتحاليل وهم ما بيعرفوا، لأنه أساسا الشرطة شاكة فيهم. بهذا الوقت هم بدهم يسافروا، كانوا يجهزوا أمورهم بدهم يسافروا على تركيا، بس ما بيحسوا غير الشرطة فتحت عليهم الباب وسحبتهم على المركز. وهناك بالمركز تحت التحقيق كلهم اعترفوا، حتى محمد جابوه واعترف، وتم الحكم عليهم بالسجن المؤبد. مش عارفة إيش أحكي عن هاي القصة بصراحة. مرات في ولاد شو ما تعمل لهم ما بيعبي عينهم، هم مش شايفين من الحياة غير إنها مصاري، طلعات وحرية. إنك أنت يا بابا أو يا ماما ما تتدخلوا بحياتي، أنا حدا كبير واعي بعرف شو مصلحتي، وإذا تدخلت بحياته يا ويلك. لهيك من البداية الأهل لازم يكونوا حاطين حدود وماسكين أولادهم صح، مش بعد ما يكبروا ويفوت الفوت بتذكر إنه أنا عندي أولاد ولازم أمسكهم، لازم أوعيهم وأمشيهم الطريق الصح. ديروا بالكم على أولادكم، صاحبوهم وكونوا معهم. بصراحة هاي القضية كثير ملخبطتني، مش عارفة إيش أحكي، وإذا بدي أحكي بدي أعمل طوط كتير كتير، لأنه مش عارفة. لهيك بدي رأيكم أنتو، اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات تحت. لا تنسوا اللايك، واللي مش مشترك يا ريت يشترك بالقناة وينورنا. دمتم بود، يلا باي.